كنت قاعد وجات لي فكرة، هو احنا ليه ما نمسكش كل مسلسل هينزل في رمضان 2024 ونمسك كل بطل نحلله الشخصية ونشوف آخر شخصية ليه كان ممثل ملوش مثيل ولا ملوش في التمثيل. وأول مسلسل معانا هم العتاولة، وهم عتاولة احنا معانا. بص بقى أقول لك 3 شخصيات أبطال المسلسل، تقول لي ازاي دول اتجمعوا مع بعض؟ أقول لك أنا مش عارف. معانا البرنس أحمد السقا، وطبعا الأستاذ باسم سمرة، والأستاذ طارق لطفي. هتيجي تسألني مين البطل اللي قصادهم؟ سؤال مش حلو بس انا هجاوبك عليه. الاستاذه زينه والاستاذه مي كساب، شابوه الاستاذه مي كساب طبعا على جعفر العمده. وفي تقدم الصراحه من ساعه اللعبه وده كله، وفي تقدم لسه، الكوميديا لسه بخير عندك يا استاذه. هنبدا طبعا بالاستاذ احمد السقا. الاستاذ احمد السقا عمل في رمضان اللي فات مسلسل اسمه حرب مع محمد فراج، مكون من 15 حلقه. انا عن رايي المسلسل كويس، يعني مش احمد السقا الصراحه. يعني هو برضو المسلسل كان ليه ظروف، الراجل بيقول لك انا الورق جالي قبلها باسبوع وخلصت المسلسل في كام يوم. فايه عذرينك يا فنان، عايزين نشوف العتاوله السنه دي. وطبعا معانا الاستاذه مي كساب والاستاذه زينه. سبحان الله، اخر مسلسل ليهم كانوا مع بعض في جعفر العمده. الاستاذه مي كساب عملت دور عمرها، والاستاذه زينه بيتهيألي كانت ماسكه زله على المنتج او المخرج، عشان كده جابها ايه وبلانا بيها في المسلسل. والله انا ما شفتلهاش دور، يعني هي كان اسمها عايده، يعني ممكن الدور اللي ظاهره ان هي اسمها عايده، غير كده انا ما شفتش دور الاستاذه زينه. وطبعا شفنا الاستاذ باسم سمره، هو عامل دور جاتا في مسلسل بابا المجال مع الاستاذ مصطفى شعبان. والصراحه بيتهيألي البطل كان باسم سمره مش مصطفى شعبان في المسلسل. وطبعا بقى جاي لي الكينج، الراجل اللي بينزل النزله التقيله، الاستاذ طارق لطفي. الاستاذ طارق لطفي اخر مسلسل ليه كان جزيره غمام، وانا عن نفسي اكتر حاجه بحبها لطارق لطفي جزيره غمام والقاهره كابول. والصراحه الاتنين عمل فيهم شغل، انا ما شفتش ممثل مجتهد على نفسه كده زي اللي طارق لطفي عمله.